تفضل يا صاحب الشرطة. خيرا. أريد إذنا بتفتيش بيت في أطراف المدينة والقبض على صاحبته. لماذا؟ لأننا نشك في سلوك ساكنة البيت. أعوذ بالله من غضب الله. يا له من اتهام خطير. هل لديك دليل عليه؟ الجيران يقولون إن كثيرا من الرجال الغرباء يترددون على هذا البيت. هذه أقوال مرسلة، لا أعتبرها دليلا لنتهم الناس دون حق. وكيف لنا أن نعرف الحق من الباطل إلا بالتفتيش والتحري؟ دع لي هذا الأمر يا صاحب الشرطة، سأتحرى فيه بنفسي. السلام عليكم يا أهل هذا البيت. وعليك السلام يا سيدي ورحمة الله. تفضل بالدخول. لحظة واحدة أسقي أبي الدواء ثم أفرغ لك. معذرة يا بني، لا أقدر على النهوض لأرحب بك. شفاك الله وعافاك يا أخي. هل تريد عباءة من الجوخ أم من الحرير؟ عباءة؟ إن ابنتي أمهر من يخيط العباءات، علمتها صنعتي وهي الآن أفضل مني. ليحفظها الله لك. ولكن لماذا لا تبيعين بضاعتك في السوق يا؟ اسمي صفية يا سيدي. أليس البيع في السوق أربح وأجدى يا صفية؟ ومن يخدم أبي المريض يا سيدي؟ إن خدمتي لأبي ورعايتي له هي أهم شيء في حياتي. المسكينة لا تغادر البيت من أجلي، وتعمل هنا وتبيع للناس من داخل البيت. ثوابها عظيم عند الله. سأخذ عباءتين. ولكن هذا كثير جدا يا سيدي. ليبارك الله لك في عملك يا ابنتي.